ابدأ الأحداث بأربع شباب بيلاقي نفسهم فجأة انتقلوا من عالم البشر لمملكة في عالم موازي. المملكة دي كان اسمها ريجر، وتم استدعاء الشباب دول لأن عندهم قوة سحرية، يعني في منهم المقاتل الأسطوري والسحرة الجامدين اللي يقدروا يستخدموا قوة الرياح والنار. ومن بين الشباب دول شاب اسمه مكودا، ما فيش عنده أي موهبة حرفيا غير إن هو بيشتري البقالة من السوق الإلكتروني الياباني. والأسرة الملكية أصلا استدعت الشباب دول علشان يدافعوا عن المملكة من الوحوش اللي دايما بتهاجم المملكة. وبما إن مكودا ملوش أي لازمة عندهم بيديله قرشين وبيطردوه من القصر. ولما مكودا بينزل يتمشى في شوارع المملكه الناس بيبقوا مستغربين شكله لانه بيكون لابس بدله وهم مش متعودين ان هم يشوفوا حد باللبس ده. اول ما مكودا بيحس ان شكله غريب بينهم بيروح يشتري لبس شبه لبسهم، بعدها بيروح يأجر اوضه في فندق على قد حاله. ولما بيطلع لاوضته بيحاول يكتشف القدرات اللي عنده. اول ما بتظهر له حالته بيعرف ان مهارته هي تقييم مهارات الناس اللي حواليه، وكمان صندوق ادوات سحريه يقدر يشيل جواه اللي هو عاوزه. والمهاره الاخيره هي التسوق على المتجر الالكتروني الياباني. اول ما بيدوس على كلمه المتجر الالكتروني بيلاقي قصاده سكرين عليها سوق الكتروني شبه امازون كده بس بالياباني، يعني فانا ما كنتش فاهم حاجه. بيختار من عليه ازازه ميه وواحده دونة، بعدها بيحط فلوس في خانه الدفع، فهوب بيلاقي جنبه كرتونه، لما بيفتحها بيلاقي جواها ازازه الميه وكيس الدونة. بيشرب وبياكل وهو زي الباشا. بعدها بيسافر لبلد تانية اسمها كيلز. البلد دي كانت على حدود المملكه، وهو في الطريق بيتكلم مع تاجر مسافر معاه، بيعرف منه ان هو رايح البلد دي علشان يبيع فيها الصابون اللي معاه، لان الصابون هناك عمله نادره مش موجوده عند حد غير الملوك. مش عارف ايه العفانه اللي عند الناس دي كلها. وكمان بيعرفوا انه ما قدرش يشيل غير شنطه واحده بس من الصابون، لكن لو كان عنده مهارة صندوق الأدوات كان شال فيه كمية كبيرة من الصابون. بس مهارة صندوق الأدوات مهارة نادرة جدا مش موجودة غير عند عدد قليل قوي من الناس. مكودا بيستنصح عليه وبيسأله على مهارة التقييم، بيعرف منه إن مهارة التقييم دي مهارة نادرة قوي مش موجودة غير عند الأبطال اللي بينتقلوا من العوالم التانية للعالم بتاعهم. وعلشان مهارة التقييم مهارة نادرة وغالية جدا مش موجودة غير في النقابات وعند الملوك بس. الكلام ده بيطمن مكودا لأن مفيش حد هيقدر يقيم مهاراته. والتاجر الرغاي ده بيعرفوا إن في مشاكل كتير في المملكة، علشان كده في إشاعات بأن حدود المملكة هتتقفل على سكانها، وكمان هيتمنع السفر من المملكه قريب جدا. مكودا بقى بيوصل لقريه كيلس دي وبيتاكد ان كلام التاجر طلع صح، لانه بيعرف ان كل العربيات اللي بتعدي الحدود اتوقفت. بيروح لمكان بيقدم خدمه مرافقين السفر، هناك بقى بيدفع 8 عملات ذهبيه علشان يأجر مرافقين يسافروا معاه. كانوا واخدهم يسافروا معاه ماشي يا جدعان لحد المملكه. ده صاحبنا شكله طلع بخيل قوي، وده لانه لو سافر لوحده ممكن يطلع عليه وحش ولا قطاع طرق، وهو على الله حكايته هيروح مع اول ضربه سيف. المهم انه بيأجر فريق فارس اسمه فيرنر، بيتفق معاهم ان الاكل طول الطريق هيكون عليه. تاني يوم الصبح بيتقابلوا علشان يبداوا رحلتهم. ساعتها بيعرف ان فريق فيرنر بيتكون من السياف فينسن والمتعقبه ريتا، وكمان معاهم ساحر اسمه رامون ومعالجه اسمها فرانكا. بعد ما بيتعرفوا على بعض بيبداوا رحلتهم لمملكه فينان. بيمشي شويه في الغابه وبعدين بياخدوا استراحه. وقتها مكودا بيستخدم صندوق ادواته وبيطلع منه بوتاجاز وحله، بيطبخ لهم احلى اكل، ولما بيدوق اكله بيعجبهم اخر حاجه، بيشكروه على الاكل اللي عمرهم ما داقوا زيه. بعدها بيكملوا في رحلتهم، وفي الطريق ريتا بتحس بالخطر فبتوقفهم. وقتها بيلاقوا وحوش عملاقه شبه الدبان كده بتطير ناحيتهم. فيرنر وفينسنت بيقوموا بالواجب وبيخلصوا عليهم في ثواني. بعدها فرانكا بتعالج الجروح بتاعتهم. ما بيلحقوش ياخدوا نفسهم على ريتا بتعرفهم ان في خنزير احمر بري عملاق قريب منهم، بيخلوا رامون يقربوا منهم بقواه السحريه. اول ما الخنزير البري بيهجم عليهم صحابنا الاثنين بيطلعوا السيوف بتاعتهم، بيغزوه كام غزه كده فبيتكوم زي الشوال. طبعا ما بيضيعوش الفرصه دي من ايديهم فبيشفوه بيقطعوه. مكودا بيشيله في صندوق الادوات بتاعته. في نفس اليوم بالليل مكودا بيعمل لهم اكل حلو قوي، كان اشترى شويه حاجات من المتجر الياباني وبيعجبهم جدا الاكل. بعد ما بياكلوا بيحس ان هم بقوا اقوى من الاول. مكودا كمان بياخد باله ان شكلهم بقى اجمد بكتير، بيقيمهم وساعتها بيتصدم لانه بيلاقي قواهم اتعززت عن الاول بكتير. بيعرف ان اي اضافات للاكل من عالم الارض بتدي للي بياكل منها من العالم ده قوه اضافيه. بيخاف جدا لان لو حد من العالم الجديد اللي هو بقى عايش فيه عرف الحوار ده هيستغلوه علشان يعمل لهم الاكل اللي بيعزز القوه بتاعتهم. وعلشان كده بيقرر انه ما يطبخش تاني غير بمكونات من العالم اللي هو عايش فيه ده حاليا، يعني في الوقت الحالي. ولما بيطلبوا منه كماله بيستخدم مكونات من الغابه واكله بيطلع جامد جدا كالعاده. بيعجبهم برضه، ريحه الاكل بتجذب انتباه مخلوق اسطوري. علشان كده فجاه مكودا بيلاقي فيرنر وكل اللي معاه تنحوا، بيشاوروا له على اللي واقف وراه. اول ما مكودا بيبص وراه بيشوف وحش على شكل ذئب اسطوري، شكله بيكون مرعب جدا زي ما انتم شايفين كده. المهم الذئب بيطلب من مكودا لحمه من اللي ريحتها مفحفحه في كل الغابه، بيروح يجيب له طبق بسرعه فبياكله في ثانيه الا ثانيه. بس تفتكروا الوحش ده هيكفيه طبق واحد؟ لا طبعا، بيخلي مكودا يعمل له ولا 100 طبق. ولما الكائن ده بيشبع بيعرف مكودا انه عاوز يعمل معاه عقد. العقد ده شروطه ان الذئب يبقى كائن مرافق لمكودا، في مقابل ان مكودا يطبخ له كل يوم 3 مرات. طبعا صاحبنا لما بيلاقي الفرسان مرعوبين من الذئب الاسطوري بيوافق. الذئب بيقرب منه وبيخليه يمضي على العقد بانهم يقربوا راسهم من بعض. وهنا مكودا بيحس ان هو لابس في فخ مش هيعرف يخرج منه ابدا. اما الذئب بقى بيطلب من مكودا انه يختار له اسم. صاحبنا بيفضل يقترح له اسماء ما بيعجبوش منهم غير اسم فيل، بيعتمد الاسم ده على طول. من بعدها بيكملوا في طريقهم لحد ما بيوصلوا حدود مملكه فينان. هناك فيل بقى بيحس بالجوع، بس اللحم اللي معاهم بتكون خلصت. الذئب الاسطوري بيسيب
بيسيبهم وبيرجع بعد شويه وبيكون اصطاد وحش بالرتبه بيه اسمه طائر الصخر الاسطوري الضخم، ولان الطائر ده بيكون ضخم جدا فماكودا ما بيعرفش يقطعه. بيسيب المهمه دي لفيرنر والفريق بتوعه في مقابل ان هم ياخدوا مخالب الطائر والمنقار بتاعه ويبيعوه لانه ثمنه غالي جدا. بعد ما بيقطعوا الطائر ماكودا بياخد اللحمه بتاعته وبيحمرها، بيعمل لهم اكله جامده جدا كالعاده. بيدي للفريق النصيب بتاعهم الاول علشان فيل ما يخلصش الاكل كله، بعدها بيدي الفيل نصيبه كالعاده. طعم الاكل بيعجبه، ولما بيراقبوا حرس بوابه المملكه من بعيد بيلاقوا عددهم كبير جدا. فيرنر بيسيبهم وبيروح يتكلم مع الحراس علشان يطمنهم ان فيل مش هيأذيهم، وكمان بيقول لهم ان هو مرافق لماكودا. بعدها كلهم بيروحوا لبوابه المملكه. قائد الحراس بيكون مقلق من ان فيل يهاجم سكان المملكه. ماكودا بيطمنه وبيضمن له ان فيل مش هيسبب اي ازعاج ليهم. ساعه ما بييجوا يدخلوا كلهم بيطلعوا كرنيهات نقابه المغامرين، فبيدخلوا من غير ما يدفعوا فلوس. ماكودا بيضطر يدفع علشان هو مش عضو في اي نقابه. ولما بيدخلوا للمملكه فيرنر بيعرفوا ان هو لو عاوز يبقى تاجر فالاحسن انه ينضم لنقابه التجار علشان ما يضطرش يدفع ضرائب كل ما يدخل المملكه. بس ماكودا مش عاوز يبقى تاجر، ده عاوز يبيع المنتجات اللي بيشتريها من المتجر الالكتروني في ممالك وقرى كتير، وعلشان كده كان لازم يشترك في نقابه المغامرين علشان يقدر انه ياخد تصريح بالبيع في كل الاماكن اللي هيزورها. ده غير انها تقابله مشكله تانية، وهي مين هيقطع له الحيوانات الضخمه اللي فيل هيصطادها ليه علشان يطبخها له. المهم فيرنر بيخلي ماكودا يمضي له ان هم خلاص خلصوا مهمتهم معاه. بعدها بيودعوا صاحبنا وبيسيبوه وبيمشوا. في الوقت ده مساعد الملك بيطلب من ماكودا انه يروح يزور الملك في القصر علشان يعرف منه ازاي قدر يسيطر على الذئب الاسطوري. ماكودا بيرفض بادب، والادب ما بينفعش مع الراجل الكالح ده، ففيل بيتدخل وساعتها الراجل الهزء ده بيخاف وبيجري بعيد عنهم. بعد كده ماكودا بياخد معاه فيل وبيروح لنقابه التجار، بيدفع ثمن الاشتراك في نقابه وبياخد الكارنيه. هنا بقى فيل بيطلب منه يجهز له العشاء. بيروح المكان بعيد وهناك ماكودا بيطلع اللحمه من صندوق الادوات وبيشوحها في الزيت، بيحط عليها صوص كمان، ولما فيل بياكلها بتعجبه. صاحبنا بيختبره وبيغير له الصوص بتاعه في حته اللحمه الثانيه. فيل بيعرف ان هو غير طعم اللحمه، بيكون مستغرب ان نفس حته اللحمه ليها اطعم مختلفه. بعدها بقى ماكودا بيفتح المتجر الالكتروني وبيشتري رز. اول ما بيطبخه مع اللحم بتاع طائر الصخر بيكون طعمه جمدان، بيملى طبقه وبيخلصه لوحده. ساعتها فيل بيطلب منه يجرب طعم الرز، ولما بياكله طعمه بيعجبه جدا، مع انه طول عمره كان فاكر ان الرز والحبوب عموما ما لهمش طعم. بعد ما ماكودا بيملى بطنه بيروح ينام، بس بيرجع يقوم تاني، وده بسبب انه عايز يجهز البضاعه اللي هيشتريها من السوق الالكتروني علشان يبيعها لرئيس نقابه التجار. بيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بيروح لنقابه التجار وبيوري السكرتيره الملح والفلفل اللي معاها. اول ما بتشوفهم البنت بتاخدهم، بتسيبه وبتجري على مكتب رئيس النقابه. بيتغيب شويه وبعدها بترجع له وبتطلب منه يدخل يقابل المدير. بيدخل لمكتب المدير وبيلاقيه مبهور بجمدان البضاعه اللي ما بيشتريهاش غير الملوك. بيسال انت جبت البضاعه دي منين يا ابني؟ صاحبنا بيقول له انا اشتريتهم من المتجر الالكتروني. هنا المدير بيعرض عليه انه يشتريهم منه، بيفضل يعرض عليه اسعار قليله لحد ما بيوصل السعر معاه 17 عمله ذهب. اصلا ماكودا بيكون من على المتجر شاريهم ب 10 عملات محاسيه، يعني هو كسب فيهم مبلغ مش بطال. بيوافق على سعر البيع وبياخد منه الفلوس وبيخرج من النقابه. بيطلع بقى على النقابه بتاعه المغامرين، ولما بيعرف البنت اللي بتشتغل في الاستقبال انه عاوز يبقى عضو في نقابه المغامرين بتديله استماره يملاها. بيدفع الاشتراك وبياخد الكارنيه كمان. الموضوع طلع سهل خالص يا جدعان. بيعرف انه علشان يفضل عضو في النقابه لازم كل شهر ينفذ مهمه واحده على الاقل. ده غير ان النقابه مش مسؤوله لو هو اتكل على الله وهو بينفذ اي مهمه. بتكون رتبته اقل رتبه وهي رتبه 3. بيروح يشوف مهمات رتبته، بيلاقي مهمه جمع الاعشاب الطبيه. بيقرر انه يعمل المهمه دي بكره. اول ما بيخرج من النقابه فيل بيطلب منه يجهز له العشاء، اللي هو ايه بقى يا معلم؟ شريحه لحمه بالصوص اللي هو بيعمله. صاحب مزاج قوي الذئب ده. اما بقى فيرنر وفريقه بنشوفهم وهم بياكلوا في الغابه، بيبقى نفسهم يرجعوا ياكلوا الاكل الجمدان اللي كان ماكودا بيطبخه واللي عمرهم ما دقوا زيه قبل كده. تاني يوم بقى ماكودا بيصحى من النوم وبيستعد علشان يروح الغابه علشان يجمع شويه الاعشاب يعني بتاع المهمه. فيل بيعرفوا ان هو مش هيتحرك من مكانه غير لما يفطروا الاول، بس كل اللحمه بتكون خلصت. علشان كده هما الاثنين بيروحوا للغابه علشان فيل يصطاد، وقبل ما فيل يسيبه بيعمل حواليه جدار حمايه علشان ما فيش وحش كده ولا كده يخلص عليه وهو مش موجود. بعدها بيسيبه وبيروح يصطاد. المهم ان ماكودا بيستخدم مهاره التقييم علشان يدور على الاعشاب الطبيه، بيقدر يلاقيهم بسرعه. وبعدها بيشتري من المتجر الالكتروني لحمه مفرومه وكمان مكرونه وشويه صوصات بيطبخهم. ولما فيل بيرجع بيكون معاه طائر صخره العملاق، وكمان باقي الوحوش اللي اصطادهم بيكون سايبهم في الغابه. اول ما بيشم ريحه المكرونه بيدور عليها علشان ياكل منها. ماكودا بيجيب له طبق، ولما فيل بيشوف المكرونه ما بيبقاش عارف ايه الاكل الغريب ده، بس اول ما بيدوها عينيه بتطلع قلوب وبتعجبه. بعدها ماكودا بيروح معاه الغابه. بيتفاجئ هناك ان فيل اصطاد كميه كبيره جدا من الوحوش، كبيره جدا، منهم تعابين عملاقه ووحوش تانية كتير. بيحطهم ساعتها في صندوق الادوات، ولانه اتاخر على ميعاد رجوعه لنقابه المغامرين فيل بيخليه يركب على ظهره وبيجري بيه بسرعه رهيبه لدرجه ان ماكودا بيفضل يصرخ. بيبقى خايف يقع من على ظهر فيل، ولما بيوصلوا قصاد نقابه المغامرين ماكودا بيقع من فوق ظهر فيل. بيدخل النقابه وبيقدم الاعشاب الطبيه اللي جمعها للموظفه الكئيبه اللي في النقابه. بتديله شويه فلوس قليله جدا، بس بعد كده بيعرف ان هم بيشتروا الوحوش الميته. بيروح للجزار اللي في النقابه وبيطلع له كل الوحوش اللي فيل اصطادها. الجزار بيتفاجئ بعدد الوحوش وانواعها اللي بتتباع بمبالغ رهيبه. بيشفي ماكودا حته من لحم الوحوش
الوحوش بيديها له علشان يتعشوا بيها. بيطلب منه يرجع له بكره علشان يديله نصيبه في الحاجات دي، وكمان يديله الفلوس اللي هيبيعوا بيها باقي لحم الوحوش. المهم مكودو بياخد اللحمه اللي اداها له وبيروح للمكان اللي بيباتوا فيه. هناك مكودو بيطلع من شنطه الادوات بيض وتوابل، بعدها بيقطع اللحمه شرايح وبيعملها الفيل، بيحط عليها بيض وتوابل وشويه دقيق وبيقلي البفتيك، وعلشان يوفر بيروح حاطط فوق البفتيك اللحمه المفرومه اللي فضلت من الغدا. بياكلوا ساعتها كويس وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بيروح للجزار، وقتها مكودو بيتفاجئ بانه بيديله 202 قطعه ذهبيه، وكمان بيديله لحمه كتير جدا. بيحطها في صندوق الادوات، والجزار بيعرفوا ان الوحوش بتتباع بمبالغ كبيره جدا لان لحمها بيكون جوسي وطعمه حلو، ده غير جلودها وانيابها اللي بتتباع بمبالغ رهيبه. كمان بيديله حجره سحريه لقاها جوه جسم الوحوش السحريه اللي مرتبتها الف. اول ما مكودو بيخرج من عند الجزار بيفكر شويه، بعدها بيقرروا ان هم يسيبوا المملكه دي ويروحوا المملكه تانية. طبعا فيل بيوافق لان اهم حاجه عنده ان مكودو ياكله. امتى وفين بقى مش مهم، المهم ان هو يملى بطنه وخلاص. بالليل بيكونوا خرجوا من المملكه وبيوصلوا عند مكان مهجور في الغابه. هناك مكودو بيقرر انه يشتري اكل جاهز بما ان معاهم مبلغ محترم. بيفتح المتجر الالكتروني وبيشتري منه وجبات من اغلى انواع اللحوم. اول ما بيقدمها الفيل بينبهر بالطعم بتاعها. هو مش بس كده، ده كمان بيطبخ له لحمه بصوص تاني غير اللي كان بيعمله قبل كده. فيل بياكلها وبيحس ان طاقته بقت اعلى بكتير من الاول. مكودو بعد ما بيخلص اكل بيقيم طاقه فيل، فبيلاقي طاقته زادت بنسبه 50%، وعلشان كده فيل بيقرر انه يروح يصطاد وحوش من الغابه. وقبل ما يمشي بيعمل جدار حمايه حوالين مكودو. بيجري بعدها ناحيه الغابه، وقتها مكودو بيجهز المكان اللي هينام فيه. بيقرر انه ينام لحد ما فيل يرجع. اما بقى فيل بيوصل للغابه، وبسبب الباور اللي عنده بيدور على اقوى الوحوش. بيهاجم ملك الاوراق وبيخلص عليه بضربه واحده من مخالبه. بعدها بيواجه وحش 3 في 1 اسد على تعبان على طور، وازاي اللي قبله بيخلص عليه في ثانيه الا ثانيه. وقتها بقى بيتغر وبيحس ان هو عاوز منافس اقوى. بيروح عند اعلى جبل في الغابه، وهناك بيلاقي وحش عملاق بقرون شبه الغزال كده. بيستخدم قوه البرق اللي عنده وبيكومه في ثواني، ولما بيقع على الارض بيعمل صوت شبه الانفجار. مكودو بيصحى من النوم مفزوع، وكمان بيخاف اكتر لما بيشوف الوحوش اللي فيه اصطادها. بيقرر ان هو ما ياكلوش تاني من اللحمه اللي اكلها له امبارح، اللي كانت السبب في ان يكون عنده باور يصطاد بسبب كل الوحوش دي. الصبح بقى مكودو بيطبخ للذئب الاسطوري التعبان اللي اصطاده، وعلشان يعلى بالطعم بيحمر له التعبان. فيل بياكل بيعجبه قرمشه الجلد مع الليمون. انا مش فاهم ايه من الطبخ ده، بس مش مشكله. بيخلص اكل هو ومكودو وبيتكلموا عن الطريقه اللي فيل بيصطاد بيها. مكودو بيعرف ان فيل بيستخدم قواه سحريه، بيدور في قدراته على السحر. ساعتها بيكتشف ان عنده قوه سحريه، بيبدا يجربها بس بيفشل، وفيل بيفضل يتريق عليه. بيحاول تاني انه يستخدم سحر كره النار. المره دي بينجح بس سحره بيكون ضعيف جدا، علشان كده فيل بيقرر ان هو يدربه على استخدام قواه سحريه. بيروح ماسكه بسنانه وبيجري بيه في الغابه. بيوصل عند مستعمره وحوش الجوبلين. بيشجعه ساعتها علشان يدخل المستعمره، وبيقول له عاش يا بطل، انت تقدر تخلص عليهم كلهم بقواك السحريه. بس فيل ساعتها رجليه بتخبط في بعضها من الخوف، ما بيرضاش يدخل المستعمره مع صاحبنا. هنا بقى فيل بيطلع صوت الذئاب كده وبيروح رامي مكودو وسطهم، وعينك ساعتها ما تشوف الا النور. كلهم بيهجموا عليه. بيحاول يستخدم قوه سحريه، لكن برضه سحر كره النار بيكون ضعيف جدا. لكن من كتر الخوف اللي هو فيه بيقدر يدافع عن نفسه. ساعتها قوه سحر النار بتتضاعف عنده، بيقدر يخلص على واحد منهم، بس طبعا عدد الجوبلين بيكون كبير جدا. بيرجعوا يهاجموا، لكن درع الحمايه اللي فيل حصنوا بيه ما بيخليش وحوش الجوبلين يقدروا يوصلوا له اصلا. ساعتها بيتحمس بقى وبيروح مديهم واحده كره نار في وشهم جامده اخر حاجه، وساعتها كام واحد منهم بيموتوا، بس الباقي بيرجعوا يهاجموه. هنا بقى بيكون مكودو خلص كل طاقته، بيقع على الارض وما بيقدرش يتحرك. الذئب الاسطوري بيقوم بالباقي. هو بيفضل مكودو نايم لحد بالليل. بيفتح عينه كده بيلاقي فيل قاعد جنبه. بيتعصب عليه لانه رماه وسط الجوبلين وهو لسه بيتدرب على استخدام قواه السحريه، بس لما بيعرف ان القواه السحريه ضعفت بعد مواجهته مع الجوبلين بيتبسط. هنا فيل بقى بيفاجئه بهديه جامده، وهي جثه ملك الجوبلين. ومع انه ما بيتاكلش، بس هيلاقوا جواه جوهره هتتباع بمبلغ مش بطال، ولان طبعا يعني فيل مش هيقدم له الهديه دي لله وللوطن. بيطلب من مكودو وجبه جامده اخر حاجه بس من عالم الارض، وتحديدا يعني حدد له الاكله اللي هو عايزها. بس مكودو بيرفض لان عندهم لحمه كتير جدا من الوحوش اللي فيل اصطادها. اول ما بيقف على رجله علشان يطبخ بيدوخ وبيقع على الارض بسبب المجهود اللي عمله في محاربه الجوبلين الصبح. بيطلب من على النت اكل، بس المره دي ما بيطلبش لحمه، بيطلب حاجه كده مختلفه المره دي. فيل ساعتها بيدوق الاكل بيعجبه جدا. بيخلص الطبق بتاعه وبيطلب تاني. ما بيبقاش خايف على اسنانه ولا صحتهم، هو ذئب اسطوري بقى، وكمان متحسن من المرض بتعويذه نرنر ساحره الرياح. اليوم بتاعهم بيخلص على كده، وتاني يوم الصبح مكودو وفيل بيوصلوا لمملكه فينان. الحرس بيوقفهم لان الناس بتخاف من فيل. مكودو بيوري للحارس بطاقه المغامر اللي معاه، بيكون مكتوب فيها ان فيل هو الكائن الاسطوري المرافق ليه. وطبعا الحارس بيستغرب لان مكودو مغامر جديد من الفئه ايه، لكن فيل وحش اسطوري من الفئه الف. المهم بيوافق ان هم يدخلوا المملكه. وقتها بقى مكودو بيكتشف ان في بينه وبين الذئب الاسطوري تخاطر، وانه ممكن يكلمه من غير ما يفتح بقه اصلا، وكمان يقدر يقرا افكاره. قبل ما يدخلوا المدينه الحارس بيحذر مكودو، بيقول له لو الذئب اللي معاك ده عمل اي مشاكل انت اللي هتتعاقب وممكن تتعدم فيها. بيدخلوا المملكه بيكتشفوا انها كبيره جدا، علشان كده مكودو بيقرر انه يشتري خريطه علشان يعرف فيها كل مكان في المملكه. المهم انه بيسيب فيل عند اسطبل كده وبيسيب له طبق اكل، وهو بيروح للمكتبه
المكتبه علشان يشتري خريطه من هناك، لكن لما بيلاقي كتاب عن تعليم السحر بيقرر انه يشتريه. بيسال على ثمنه وبيعرف ان هو ب7 قطع ذهبيه. ثمنه بيبقى غالي لانه مكتوب على ورق، والورق في المدينه دي نادر جدا، علشان كده كان سعره عالي. بيسال مدير المكتبه على خريطه، بيعرفوا ان الخريطه بيعها محظور في المدينه، علشان كده مش هيلاقيها في المكتبه. بالليل بقى بيرجع لفيل، فبيلاقيه جعان كالعاده. بيطلب له اكل من على النت وهو بيطبخ رز ولحمه. بياكل منهم وبيلاقي طعمهم جامد جدا. اليوم ده كمان بيخلص على كده. الصبح مكودو بيروح لمكان كده وبيشتري من واحد من المغامرين خريطه بعمله ذهبيه واحده. بعد كده بيكتشف ان هو اتنصب عليه، لان الخريطه موجوده في مبنى نقابه المغامرين اصلا، والثمنها عمله فضيه كمان. المهم انه بعد كده بيروح مع فيل للغابه، وهناك بيشوف على الخريطه قريه صغيره كده جنب البحر. بيقرر ساعتها ان هو يروح للقريه دي. فيل ساعتها بيوافق، بس مش عشان سواد عيون صاحبنا، ده عشان البحر في المنطقه دي فيه كراكين وتعابين واكل للركب، وصاحبنا همه على بطنه. في الوقت ده الساحره اللي اسمها نيرنر بتعرف ان فيل بقى كائن مرافق لمكودو، وفي نفس الوقت بيكون في خد مكودو على ظهره وقطع الغابه كلها في ثانيه الا ثانيه. بيوصلوا للبحر، بيرمي مكودو من على ظهره. بيروح مستخدم قوه الصاعقه اللي عنده، وساعتها السمك اللي في البحيره كله بيتخدر وبيطلع كمان على سطح الميه. بيطلب من مكودو ان هو ياخد الكميه اللي هو عاوزها من السمك ويعمل له بيها وليمه لانه جعان جدا. مكودو بينزل للبحر وبيختار السمك اللي هيشويه. بيلاقي ساعتها سمك سم كده، فبيرميه في البحر تاني. بعدها بيجمع السمك التمام وبيشتري من المتجر دقيق وزبده لزوم الشوي وكده، وكمان بيخلي فيل يساعده في انه يولع النار. بيقسم السمك ل3 مجموعات، فبيشوي اول مجموعه والتانيه بيطبخها بالمايونيز، والتالته بقى بيشويها جوه ورق الفويل. هما الاثنين بياكلوا لحد ما بيشبعوا. انا حاسس ان هما الاثنين عايشين علشان ياكلوا، مش بياكلوا علشان يعيشوا. هنا بقى بيتفاجئوا قصادهم بكره من الهلام كده لسه مولوده بقالها 3 ايام. بتروح واكله كل الحاجات اللي حواليهم وبتنظف لهم المكان، ولانها ضعيفه جدا لو فضلت لوحدها في الغابه اكيد هتتاكل. ساعتها بيقرروا ان هم يحتفظوا بيها معاهم، خصوصا بقى ان الهلام حب مكودو جدا، ولما مكودو اتعامل معاه بحب بقى كانه بالظبط مضى عقد كائن مرافق. المهم صاحبنا بيختار اسم للهلام هو كمان، سماه سوي، وقرر كمان ان هو يحتفظ بيه. بعد كام يوم مكودو بيتدرب على تطوير قدراته السحريه، بس كالعاده سحره بيكون ضعيف جدا. فيل بيقترح عليه انه يخليه يواجه الوحوش زي ما حصل قبل كده مع الجوبلين. مكودو بيرفض ان هو يكرر التجربه دي مره تانية. بعدها بيكتشف ان سوي مهارته زادت جدا، وتحول من المرتبه 1 للمرتبه 8. وهنا كالعاده فيل بيكون جعان، فمكودو بيطبخ له. بياكلوا هما ال3 لحد ما بيشبعوا. بيخلصوا اكل، فسوي بياكل الفضلات وبينظف المكان. تاني يوم الصبح بقى سوي بيصحي مكودو، وقتها فيل بيعرفوا انه جات له رساله من الساحره نيرنر، طلبت منه يبلغه انها هتدي له قوه سحريه سنويه قصاد انه يجيب لها حلويات من عالم الارض مره في الاسبوع. والقوه السحريه السنويه اللي هتديها له هتكون تعويذه حمايه ضد الامراض، وكمان ضد السم والسحر. وطلبت ان اول حلويات يقدمها ليها تكون عيش بالقشطه. بيجهز لها كل اللي هي طلبته، ولما بينادي باسمها الحلويات بتختفي وبتروح لها. ساعتها بتدي له القوه السحريه السنويه. السحره بتاكل الحلويات وبتعجبها جدا لانها اول مره تدوق اكل عالم الارض. في الوقت ده مكودو بيجرب قوه سحر الارض، بيلاقيها اتضاعفت، بس كالعاده بيتعب بسرعه فبياخد استراحه. بياكل ساعتها وبيشرب علشان يجدد طاقته. فيل ساعتها بيرجع من تدريب الجري، بيعرف ان مكودو كل كل حاجه وهو مش موجود. ساعتها بيخلي مكودو يجيب له كميه كبيره من الشوكولاته وبينزل اكل فيها. هنا بقى مكودو بيسمع الساحره بتتكلم معاها، بتطلب منه يجهز لها شوكولاته. اول ما بيجهزها بتنقله من العالم بتاعها. ساعتها فيل بيخلي مكودو يركب على ظهره وبيجري بيه بسرعه لحد ما بيوصلوا عند كهف ديماس كده. مكودو بيعرف ان فيل جابه عند الكهف ده علشان يخليه يعزز قواه السحريه بتاعه الارض. بيخاف ساعتها وبيحاول يهرب، ففيل بيجيبه من قفاه وبيرجعه عند مدخل الكهف. وقتها صاحبنا بيترجى انه ما يسيبوش يدخل الكهف ده لوحده. فيل بيعرفوا ان هو هيعمل حواليه جدار حمايه، بس هيجي وقت هيحتاج يدافع عن نفسه من غير ما هو يكون موجود، علشان كده لازم يتدرب على تقويه قدراته السحريه. ولان الاكل اللي من عالم الارض بيعزز القوه، مكودو بيطلب اكل كتير جدا من على الابلكيشن بتاع الاكل الارضي. بيفضل ياكل لحد ما بطنه بتتملى. طبعا فيل وسو بياكلوا معاه ال3 قوتهم بتزيد بنسبه 20%. بعدها صاحبنا قلبه بيجمد كده وبيطلع السيف بتاعه، وهم ال3 بيدخلوا الكهف. وقتها بيلاقوا قصادهم هلام، فسو بيستخدم قوه الحمض اللي عنده وبيخلص عليه. هنا يا صديقي بيظهر 2 تاني من الهلام. مكودو بيستخدم قوه رصاصه الحجر وبيدمر واحد منهم، والسو بيقوم بالتاني بقوه الحمض. صاحبنا نفسه ما بيبقاش مصدق انه قدر يموت الهلام بقوه الحجر اللي ما كانش عارف يستخدمها قبل كده. وكمان بيكتشف ان الكهف بيمتص اي جثث بتموت فيه، انسان بقى او حيوان او وحش اي حاجه والسلام. بيكملوا في طريقهم في الكهف. اللي بيحذروا ان هم هيقابلوا في الدور اللي تحت ارانب بقرون حاده. اول ما بيقابلوا الارانب مكودو بيواجههم بالسيف بتاعه، بيخلص عليهم في ثواني. ويلا على اللي بعده، يا هنايا ساعده. بعدها بيقابلوا الجوبلين، فبيستخدم ضده قوه النار. فيل بيطلب منه ان هو يستخدم سحر الارض. المهم ان هم بيعدوا من الجوبلين على خير. بعدها بيلاقوا في وشهم وحوش الكوبل اللي هم اصلا مستذئبين اصلا. بيوجه ناحيتهم سحر الارض وبيخرج طلقات صخر من ايده بترشع في دماغهم وبتخلص عليهم في ثواني. هنا بقى فيل بيتبسط قوي من الكلام ده لان كلامه بين التجربه العمليه هي اللي هتعزز قوه مكودو السحريه. الكلام ده طلع صح في الاخر يا جدعان. كده بقى بيفضل ليهم مستوى واحد بس في الكهف. المستوى ده اسمه الفضاء المفتوح، وده بقى ليفل الوحش يا معلم. بيبقى فيه 10 مجموعات من وحوش الكوبل، بس لما بيوصلوا للمستوى الاخير مكودو بيتفاجئ ان العدد في الليمون. بيشوف ولا 100 وحش كوبل.
الكوبل، بيلف علشان يرجع بس فيل بيروح جايبه من قفاه وبيعرفوا ان سو هيكون معاها، ولو احتاجوا لصاحبنا هيساعدهم. بيطمنوا انه عامل حواليه جدار حمايه، يعني وحش الكوبل ده مستحيل يقدروا يأذوه، ولان مكودو جبان زي ما احنا عارفين فيل بيروح زقه وقعه في وسط وحوش الكوبل. وقتها بقى الكوبل دي بيحاولوا يهاجموه لكن ما بيقدروش بسبب جدار الحمايه. وهنا صديق سو بيروح رامي الحمض على كام وحش منهم وبيخلص عليهم. مكودو ساعتها بيتشجع وبيرمي عليهم طلقات الصخر، بيخلص على كام واحد وبيفضل مكودو وسو يخلصوا على الوحوش لحد ما بيفضلوا وحشين بس. ولما بيهربوا ملك القطاع بيقتلهم بنفسه. بيطلع لصاحبنا واللي اول ما بيشوفه بيترعب، بعكس فيل اللي بيكون متوقع ان الملك هيهاجمهم، ما بتتهزش في شعره حرفيا. اما مكودو كانت ركبه بتخبط وبيفضل يجري حوالين نفسه. ساعتها فيل بيتعصب عليه وكمان بيعرفوا ان جدار الحمايه اللي هو عامله حواليه ممكن ينهار من ضربات الوحوش. هنا مكودو بيفضل يضرب طلقات الصخر من ايده ومفيش حاجه بتاثر في ملك الكوبل. بيروح ساعتها مجمع كل طاقته، بيضرب على الوحش طلقه صخر عملاقه فبيبان ان الملك خلاص هيموت، لكنه بيرجع يقف تاني عادي جدا. مكودو ساعتها بيكون خلاص انهار وطاقه السحر اللي عنده خلصت. في اللحظه دي سو بيطلع كميه كبيره من الحمض حرفيا بتسيح لحم ملك الكوبل. بيحصل اتباعه ساعتها، الكهف بيمتص جثته. وفي اللحظه دي مكودو بيغمى عليه زي عادته يعني بعد كل قتال. بيفوق بيلاقي نفسه قصاد دماس كده. بيتفاجئ بان سو اكتسب القدره على الكلام بعد ما خلص على ملك الكوبل. مكودو بيفرح قوي بقدرات سو الجديده، ولما بيشوف مستوى سو بيلاقيه اترقى للمستوى 7. وكمان بيبص على مهاراته هو، بيلاقي نفسه برضه اترقى للمستوى 7 وكمان مهاره سحر الارض بقت ضمن مهاراته، لكن احصائياته بتبقى اقل من احصائيات سو اللي اتولد من 14 يوم بس. المهم في الوقت ده فيل بيرجع لهم. مكودو بيعرف منه ان هو كل حاجه كده على الماشي لحد ما هو يفوق ويطبخ له. بيطلب منه انه يعمل له اكله جديده علشان يكافئه على انه دربه ازاي يستخدم قوه سحر الارض. ولان مكودو بيكون هو كمان جعان بيطلب اكل من على ابلكيشن الانترنت. بيجيب لهم بيض وكمان شويه صوصات. بيعمل لهم اكله جامده جدا بلحم طائر الصخر وكمان المكونات اللي هو لسه شاريها من على الموقع. وكالعاده الاكل بيعجبهم جدا، بياكلوا لحد ما بيشبعوا وبيخلص اليوم بتاعهم على كده. تاني يوم بيوصلوا المنطقه في الغابه مقسومه لجزئين، جزء بيسيطر عليه وحوش الاورتراس والجزء الثاني بيسيطر عليه وحوش اسمها جريفون. وبسبب خوف البشر من الوحوش دي دايما بيمشوا من طريق تاني اطول علشان يعدوا من الغابه. هنا بقى يا صديقي مكودو بيترعب، بيطلب من فيل ان هم يمشوا من الطريق التاني، بس فيل ما بيبقاش خايف من الوحوش دي لانهم اصلا ما يقدروش يتغلبوا عليه، بعكس مكودو اللي بيفضل يتلفت حوالين نفسه وهو مرعوب. فجاه بقى بيحوطهم 3 وحوش من الاورتراس، ودول بقى يا صديقي زي ما انت شايف كده كل وحش فيهم براسين زي ما تقول كده ديب وتعبان مع بعض وحاجه يعني اخر رعب. فيل طبعا ما بيهموش الكلام ده، بيطلب من مكودو انه ياخد سو وينزل من على ظهره ويروح يستخبى في اي حته. طبعا مكودو ما بيصدق، بينزل من على ظهره جري وبيستخبى وسط الشجر. بيراقب اللي بيحصل من بعيد علشان يتفاجئ ان فيل بحركه بسيطه من المخلب بتاعه بيعمل صاعقه مرعبه بتقسم واحد من الوحوش لنصين. ساعتها الوحشين التانيين بيخافوا وبيهربوا. مكودو طبعا بيكون مستغرب وبيساله على اسم المهاره اللي استخدمها ضد الوحوش. فيل بيعرفوا ان المهاره دي اسمها مخلب التمزيق، والمهاره دي بتخليه يشق اي وحش هو عاوزه النصين. بعد كده فيل بيكون جعان جدا. مكودو بيبتدي يجهز الاكل بس طول الوقت بيكون مرعوب، بيتلفت حوالين نفسه وبيكون خايف من انه وحوش اورتراس تهاجمهم تاني، خصوصا ان هم لسه في المنطقه بتاعتهم ان هم بس فيل بيطمنه ان بعد اللي عمله مش هيتجرأوا يجوا تاني، ده حتى مش هيفكروا يهاجموهم. مكودو بيسال فيل امتى هنقدر نعدي من الغابه دي. بيعرفوا ان بقالهم فيها 3 اسابيع بس وفاضل لهم 3 اسابيع كمان. مكودو بيقرر يستخدم اللحمه اللي فاضله معاه كميات قليله علشان الاكل يكفيهم لحد ما يعدوا من الغابه وكده. بيجهز لحم التعبان الاسود الضخم، بيشيل منه العظم وبيبتدي يقطعه علشان يعمل بيه وصفه المفروض انها بتتعمل بصدور الفراخ، بس ما علينا يعني الكلام ده في الحقيقه. لكن بما ان طعم التعبين مقارب لطعم الفراخ فبيمشي الوصفه بيها. انا مش هعترض على الاطعمه اللي هم بيتكلموا فيها دي. المهم بقى بيحط لها صوصات وحبشتكنات وكالعاده بيطلع طعم الاكل جامد اخر حاجه. في الوسوه بيعجبهم الاكل وبيخلوه يطبخ لهم كميه كبيره منه، بيخلصوا على الاكل كله وما بيسيبوش ليه غير حته صغيره. بيعملها ساعتها سندوتش وبياكلها. بيخلص اليوم على كده، وتاني يوم الصبح هم ماشيين في الغابه بيلاقوا فطر عنده قدره ان هو يعيش في اي مرض، حتى العظم المكسور بيرجعه سليم تاني. مكودو بيجمعه علشان ياخدوه معاهم للحالات الطارئه. سو بيفضل ياكل منه لحد ما جسمه بيبتدي يلمع بنفس لون الفطر، وبعدها بيكتسب مهاره جديده وهي انه ممكن يعمل جرعات من الترياق اللي يقدر يشفي اي حد، وده طبعا بسبب اكله الكميه كبيره من الفطر العلاجي. المهم ان لما مكودو بيطلب من سو يعمل له جرعه من الترياق العلاجي بيعمل له كميه كبيره. وقتها مكودو بيجيب ازازه وبيحط فيها الكميه اللي سو عملها، ولما بيشوف قدراتها بيلاقيها تقدر تشفي حد بين الحياه والموت. المهم بقى بعد 3 ايام بيوصلوا للمنطقه الثانيه بتاعه الجريفون، وهناك وحش من الجريفون بيقرب منهم. الوحش ده بيكون جسد اسد براس صقر. مكودو بيكون فاكر ان الوحش هيهاجمهم لكنه بيطلب من فيل انه يدخل معاه في قتال علشان يقدر يبقى زعيم قطيعه. ساعتها فيل بيقبل التحدي بتاعه. مكودو بيبعد عنهم وبيعمل تخاطر مع فيل وبيطلب منه انه ما يقتلش الوحش. القتال بيبتدي بينهم وبيكون قتال عنيف جدا. فيل بيعمل دوامه والوحش بيتسحب جواها، بيتجرح وبيبتدي دمه ان هو ينزل على وش مكودو. ساعتها صاحبنا بيجري على فيل علشان يوقف القتال. فيل بيسمع كلامه، وهنا الوحش اللي على الارض وبيكون جسمه كله جروح، بيبقى بين الحياه والموت حرفيا. مكودو بيروح له وبيطلب من سو انه يعمل له جرعه كبيره من العلاج اللي بيشفي الجروح. بيعالجوا الوحش، ولما الوحش بيعرف من مكودو انه قدر يجرح فيل بيفرح جدا. بيعمل صيحه
شريحه غريبه كده بتجمع بين صوت الاسد والنسر. باقي القطاع بتاعه بيوصل، ولما بيعرفوا انه قدر يجرح فيل بيقبلوه زعيم ليهم. الوحش بيشكر مكودو وبيديله ريشه من جناحه. بيعرفهم ان مفيش حد في قطيعه هيتعرض لهم اصلا. بعدها بيبعد هو والقطيع بتاعه عن المكان. في نفس اليوم بالليل فيل بيطلب من مكودو انه يعمل له اكل كتير لانه بذل مجهود كبير في القتال مع الجريفون. مكودو بيستخدم اخر كميه فاضله معاهم من لحم الاورك وبيعمل لهم اكل وبيقدمه كمان. بيعجبهم الاكل جدا وهم الثلاثه بياكلوا لحد ما بيشبعوا. بعدها فيل بيفكر مكودو بالحلويات اللي لازم يقدمها للساحره كل اسبوع. وبعد ما قضوا في الغابه شهر ونص اخيرا بيخرجوا منها. مكودو بيشوف الخريطه اللي معاه بيعرف ان هم قريبين من مملكه ليونهار. فيل بقى بيعرف ان مخزون اللحمه اللي معاهم خلص. بيجري بسرعه ناحيه المملكه. بيشوف عن بعد كده قطاع الطرق كان بيسرقوا عربيه. مكودو بيعرفوا ان لو انقذ الناس دي هيعمل له عشوه ما حصلتش. طبعا بيجري بسرعه الصاروخ ناحيتهم. في الوقت ده بيكون قطاع الطرق بيقتلوا المغامرين اللي بيحرسوا عربيه التاجر، بس قطاع الطرق بيكونوا اقوى منهم بكتير. فيل بيقرب منهم وبيعوي بصوت عالي جدا. بيهددوا اللصوص ان هم لو ما استسلموش هياكلهم. ساعتها بيرموا السلاح اللي معاهم. بعدها التاجر لامبيرو لارس قائد فرقه وبقاء المغامرين بيشكروا مكودو، بس صاحبنا بيعرف منهم ان هم رايحين لمدينه اسمها كارلينا. المدينه دي بتكون في مملكه ليونهار. بيطلب منهم ان هو يروح معاهم فبيوافقوا. وطول الطريق بقى المغامرين بيتكلموا على فيل اللي كل المغامرين بعتوا لبعض رسائل من بوابات الانتقال بالزمن وعرفوا بعض ان في مغامر جديد معاه ذئب اسطوري من فئه فيرمر الف. مكودو بيحس بالقلق وبيخاف من ان المغامرين يعرفوا ان هو من عالم تاني، وكمان انه بيقدر يشتري الاكل من على الابلكيشن بتاع الانترنت من عالم الارض. علشان كده بالليل بياخد فيل وسو بعيد عن المغامرين والتاجر وبيعمل لهم اكله باخر حته لحم موجوده معاه. بعد ما بيقليها في الزيت بيقدمها ليهم فبياكلوا منها وبتعجبهم جدا، بس طبعا الريحه بتوصل للفرسان والتاجر. بيمشوا وراه لحد ما بيوصلوا لمكودو. بيشوفوا الاكل ومن غير تفكير بينزلوا هجوم على الاكل. بيخلصوه كله حرفيا. صاحبنا ما بيدوش منه ولا حتى حته صغيره. بعد ما بيخلصوا اكله بيطلبوا من مكودو ينام ويرتاح، وهم هيحرسوه من قطاع الطرق اللي اصلا هم مكتفينهم علشان يسلموهم للحرس في المدينه بتاعت كارلينا. مكودو بيهدد قطاع الطرق ان هم لو حاولوا يعملوا اي حركه غدر هيسيب عليهم فيل، وطبعا فيل ما هيصدق وهيخلص عليهم قبل ما يتحركوا من مكانهم. اليوم بيخلص على كده وتاني يوم الصبح بيوصلوا لمدينه كارلينا. مكودو بينبهر بالمدينه لانها بتكون كبيره جدا. لامبير بقى بيعرفوا ان المدينه دي هي خامس اكبر مدينه في مملكه ليونهار. ده غير ان هو وعيلته بيشتغلوا في تجاره الجلود في المدينه دي من زمان جدا. المهم يا صديقي ان مكودو بيروح مع المغامرين للنقابه. هناك بيكتشف ان الرخصه بتاعته اتلغت لانه ما اداش المهمات اللي المفروض المغامر المبتدئ يأديها. الموظفه بقى بتعرفه ان هو لو اترقى للمرتبه غين مش هيبقى مطلوب منه غير مهمه واحده بس كل 3 شهور. بيضطر انه يسجل في النقابه من اول وجديد، وبيسجل سوء على كارنيه النقابه على انه كان مرافق ليه وكده. انه كان مرافق. المغامرين بيشوفوا سوء بيضحكوا عليه، بس مكودو ولا بيهمه منهم لانه بيحب سوء جدا وكمان عارف قدراته كويس. بعدها بياخد معاه فيل وسوء الجزار النقابه علشان يبيع الوحوش اللي فيل اصطادها. ساعتها بيلاقي مغامرين العنقاء ومعاهم زعيمهم جنبه. بيطلب من مكودو انه يجهز عمليه البيع دي لانه هو عاوز يشوف الوحوش اللي فيل اصطادها. مكودو بيوافق وبيطلع الوحوش من صندوق الادوات بتاعه. طبعا الوحوش بيكون عددها كبير جدا وكلها شكلها مرعب. الجزار بيقبل ساعتها ان هو يشتريهم على طول. بيعرفوا ان هو لو باع الوحوش دي الجزار من بره النقابه اكيد هيغشوا في ثمن الوحوش، وكمان مش هيهتم غير باللحمه وهيرمي القرون والحراشف بتاعه الوحوش، وكمان هيسرق الجواهر بتاعتهم. المهم بيبتدي يشفف لحوم الوحوش. في الوقت ده مغامرين العلاقاء بيعتذروا لمكودو لانهم الليله اللي فاتت كلوا من اللحمه اللي هو عملها وما كانوش يعرفوا انها لحمه غاليه جدا. عمرهم ما كانوا يحلموا ان هم يدوقوها اصلا. بيطلبوا منه ان هو لو احتاج اي حاجه يدور عليهم وهم هيساعدوه من غير تفكير علشان يردوا له الجميل. بالليل مكودو وسو بيباتوا في فندق، وقبل ما مكودو ينام بيسمع صوت الساحره وهي متعصبه جدا لانه ما جهزلهاش الحلويات اللي هي طلبتها منه. بيفتح الابلكيشن وبيشوف الحلويات اللي عليها عروض. بيشتريها واول ما بيحطها قدامه بينادي باسم الساحره. الحلويات بتختفي وبتوصل لها ساعتها. تاني يوم مكودو بياخد معاه فيل وسو وبيروح للنقابه علشان يختار مهمه يقوم بيها. بيكون في مهمات كتير زي جمع الميه والاعشاب الطبيه، ومكافاه المهمات دي بتكون نقطه واحده. اما مهمه اصطياد الجوبلين بتكون مكافاتها 3 نقط بس. طبعا بسبب اللي حصل له قبل كده مع الجوبلين بيقرر ان هو يختار يجمع الاعشاب الطبيه. فيل بيرفض لانه عاوز يمشي من هنا بسرعه علشان يروح عند البحر ويصطاد من هناك السمك. ولو مكودو فضل يختار المهمات البسيطه دي فمش هيترقى غير بعد 3 شهور. سوي كمان بيختار ان هم يصطادوا الجوبلين، فمكودو ما بيلاقيش قصاده حل تاني غير انه يسمع كلامهم. بيختار ساعتها مهمه اصطياد الجوبلين. المهم ان هم بيروحوا للغابه الشرقيه علشان يصطادوا الجوبلين من هناك. مكودو بيقرا من كتاب التعليمات وبيعرف انه لو اصطاد 5 من وحوش الجوبلين هيكسب 3 نقط وكمان 3 قطع فضيه. اول ما بيشوفوا 3 من الجوبلين بيلعبوا في الغابه مع بعض سو بيصطادهم، وبيكون الدليل المطلوب على ان مكودو اصطاد الجوبلين هو انه يقطع ودانهم ويرجع بيها للنقابه. بعد ما مكودو بيقطع ودان ال3 دول بيكون مش طايق نفسه وعايز يرجع للنقابه، لكن سوي الكويت ما بيرضاش. بيبقى عاوز يقتل شويه جوبلين كمان. مكودو بيصرخ ساعتها وما بيوافقش على الكلام ده، بس صوته بيجذب بقى الوحوش بتاعه الجوبلين وبيجروا ناحيته. ساعتها بقى سوي بيقوم معاهم بالواجب، حرفيا بيخلص على كل الجوبلين الموجودين في الغابه. مكودو بعدها بيقطع ودانهم وما بيبقوش عارفين يعملوا ايه في الجثث بتاعتهم. فيل بيقترح ان هم يحرقوها بس
بس مكودو ما بيرضاش لانهم كده ممكن يحرقوا الغابه كلها. هنا بقى بيكتشفوا ان سونج ممكن يدوبهم كلهم، ومش بس كده، ده كمان اكتسب مهاره انه يتحول لهلام كبير جدا، ممكن يتكاثر كمان ويبقى عدد كبير من الهلام الصغير. سو بيتحول لاعداد كبيره وبيحوط الجوبلين وبيدوبه في ثانيه الا ثانيه. في الوقت ده مكودو بيعرف ان سو الكيوت ده سلاح خطير جدا، وممكن لوحده يخلص على عدد كبير من الوحوش، وممكن برضه ينتج لهم كميه كبيره من الدواء اللي بيشفي الجروح. بعد نجاح المهمه مكودو بيقرر ان هو يكافئ سوي، بيشتري من ابلكيشن حواوشي وسوسيس وبيخليهم مشهيصين على الاخر. كالعاده الاكل بيعجبهم جدا. وقتها مكودو بيطلع ورقه المهمه، ولما بيقرا الشروط بيعرف ان هو انجز المهمه اللي كان المفروض تاخد منه 3 شهور في يوم واحد بس. وكل ده طبعا بفضل سوي صاحبه. بيروحوا بعدها بقى للنقابه. مكودو بيقدم لهم الدليل على انه خلص على عشيره كامله من الجوبلين. كل اللي في النقابه بيبقوا مش مصدقين انه قدر يترقى في يوم واحد بس. زعيم النقابه ويليام بيطلب انه يقابل مكودو هو والكائنات المرافقه ليه. بيروحوا للمكتب بتاع ويليام، واللي بيكون مستغرب من عدد الجوبلين اللي قتلوه. بيفتكر ان فيل هو اللي خلص عليهم، بس سو بيعرفوا ان هو اللي قام بالمهمه دي. هنا بقى ويليام بيعرف مكودو انه جات له رساله من الملك، بيقرا له الرساله اللي بيكون مكتوب فيها ان العيله المالكه والنبلاء مش هيزعجوه، وكمان يقدر يعيش بحريه في المملكه، بشرط ان لو حد منهم محتاجه في حاله طارئه لازم يساعدهم. بعدها بيعرض عليه انه يستخدم صلاحياته ويرقيه للرتبه جيم، في مقابل ان فيل ينفذ مهمات برتبه عاليه بين العوالم. المهمات دي مركونه بقالها فتره كبيره لان مفيش مغامرين قبلوا ان هم ينفذوها. فيل بيوافق، وساعتها الزعيم بيفتح لهم باب المكتب بتاعه علشان يمشوا. ساعتها مكودو بيطلب منه انه يبيع حاجات تانية للنقابه. بنشوفهم هم عند الجزار يوهان، وقصادهم وحوش كيمارا واورتوس. دي بقى صديق وحوش من الفئه سي. الوحوش دي هم اعلى مرتبه في الوحوش، ومن النادر ان حد يلمحهم مش يصطادهم بس. طبعا ثمنهم بيكون غالي جدا، وحتى النقابه ما بتقدرش انها تدفعه. علشان كده مكودو بياخد شويه وحوش منهم وبيرجعهم تاني الصندوق ادواته. اما يوهان فبيكون مبهور جدا بالوحوش دي لانه اول مره في حياته يشوفهم، خصوصا بقى الغول الازرق. مكودو بيكون مستغرب جدا لان في اصطاد الوحوش النادره دي بسهوله. هنا بقى سو بيتحمس هو كمان، وبيكون عاوز يصطاد وحوش من نفس الفئه دي. بعدها ويليام بيطلب من مكودو انه يرجع بكره للنقابه علشان يسلمه كارنيه الفئه جين. المهم ان بعد كده مكودو بياخد كائناته المرافقه وبيروح لمكان بعيد. هناك بيطبخ لهم اكله جديده من المطبخ الياباني، بيحط عليها صوص غريب كده، في الاكله بتطلع جامده وبتعجب فيل وسوي. بيفضلوا هم الثلاثه ياكلوا لحد ما بيشبعوا. الصبح بيروح النقابه، ويليام بيسلم مكودو الكارنيه بتاع النقابه من الفئه جيم. مكودو بيلاقي الكارنيه مصنوع من الفضه، بينبهر بيه جدا، وكمان بينبهر اكتر لما بيشوف كميه القطع الذهبيه اللي الوحوش اتباعت بيها. ويليام بيعرفوا ان اعلى سعر كان للتعبان الاحمر الاسطوري النادر اللي اتباع ب 201 قطعه ذهبيه، والمجموع اللي اتباعت دي كل الوحوش هو 461 قطعه ذهبيه. ده غير حصته من اللحمه اللي موجوده في مخزن النقابه. ويليام بيطلب منه انه ياخدها وهو ماشي. ده غير بقى ثمن الوحوش النادره، يعني مثلا الغيلان الاربعه اتباعوا ب 160 عمله ذهبيه، اما بقى الغول الازرق اتباع ب 432. وبكده يبقى مجموع ثمن كل الوحوش 1415 قطعه. مش بس كده، ده كمان النقابه ادت له مكافاه لانه دمر مستعمره الجوبلين، وبكده يبقى مجموع كل القطع الذهبيه اللي معاه 1900 وفك. كل ده بقى وكمان لسه مع مكودو عملات ذهبيه من الوحوش اللي باعها قبل كده. ولانه بقى غني جدا فهيبقى فريسه سهله لقطاع الطرق، علشان كده مش لازم حد يعرف انه معاه كل الفلوس دي. هنا بقى يا صديقي ويليام بيديله مهمتين اصعب من بعض. المهمه الاولى هي صيد السحليه المعدنيه، والثانيه انه يصطاد قطيع من سيران القرن الدموي. بيطلب منه انه يصطاد السحليه الاول، وبيعرفوا انه وكرها موجود في جبل باسكال. الجبل ده موجود على بعد يومين من النقابه، والسحليه دي بنت لنفسها وكر في جبل باسكال لانها لقت القتل اللي بتحبه هناك. مفيش حد من المغامرين قدر انه يوصل لها، واصلا يعني بسبب الحراشف بتاعتها المعدن مفيش اي ضربات بتاثر فيها. هنا بقى مكودو بيفتكر ان في اصطاد سحليه زي دي قبل كده، بس ازاي ما يعرفش. اما بقى السيران فمكانها في السهول اللي موجوده غرب جبل باسكال، ولان الطريق للسهول دي صعب جدا مفيش حد من المغامرين قدر يوصل لهم برضه، وبسبب العنف بتاعهم وعددهم الكبير محدش قدر يتغلب عليهم قبل كده. ومن كل الحوار ده اللي بيهم فيه ان لحم التيران ده بيبقى طعمه جامد، علشان كده بيكون متحمس جدا ان هو يصطادهم. اما ويليام فبيعرفوا من النقابه ضعف المكافاه على اصطياد الوحوش دي لانهم مطلعين عين اللي جابوهم ومش عارفين يعملوا معاهم اي حاجه. المهم بعدها مكودو والكائنات المرافقه اللي بيخرجوا من النقابه، ومكودو بيقرر ان هم يبداوا رحلتهم بكره الصبح. بياخدهم وبيروح لمحل تاجر الجلود، بيطلب منه انه يوري له الشنط اللي عنده لانه عاوز يشتري شنطه جديده علشان يحط سو فيها. التاجر بيعرض عليه شويه شنط تحفه، سو بيختار شنطه منهم وبينط وبيروح داخل فيها على طول. مكودو بقى بيشتري الشنطه اللي هو اختارها، وبعدها بيدور على الحزام علشان يثبت فيه السكينه بتاعته. كمان بيشتري محفظه وجزمه جديده، وبيكون ثمن الحاجات اللي مكودو اختارها 11 قطعه ذهبيه. لكن لامبر بيقرر ان هو يديهم لمكودو ببلاش لانه انقذ حياته قبل كده. ده غير اللحمه الغاليه اللي اكلها وهم في طريقهم للمدينه وهم جايين. مكودو بيشكره، وقتها لامبير بيكون عاوز يشتري منه جلد الافعى السوداء اللي اصطادها، بس بيعرف من مكودو ان باعها للنقابه فبيحس بالاحباط لان النقابه باعت جلد التعبان لآلة ماركيز بمبلغ كبير وهو ما قدرش يشتريها بالمبلغ ده. ساعتها بيطلب من صاحبنا انه لو اصطاد تعبان اسود عملاق تاني يجيب له الجلد بتاعه من ورا النقابه. صاحبنا بيوافق وبيسيبه وبيمشي. المهم ان الكلام على التعابين بيفتح شهيه فيل، بيطلب من مكودو انه يطبخ له تعبان على العشاء. بعد شويه مكودو
بيحضر لهم العشاء فعلا، بيقدم العشاء الفيل وسو بيعجبهم قوي، بيخلصوا اكلهم. بعدها بيروحوا في النوم، وقتها موكودو بيعملوا طبق صغير كده وبياكل على رواقه لوحده. تاني يوم الصبح بقى بيروح عند الجبل، وموكودو بيكون راكب على ظهر فيل اللي بيقدر يعرف مكان وكر السحليه المعدنيه. بيجري على هناك بخصوص لحد ما بيوصل للكهف اللي السحليه المعدنيه عايشه فيه. وقتها موكودو بيقول له بس يا عم نزلني انا بقى هنا، وانت خلص عليها براحتك وارجع لي. لكن على مين طبعا؟ فيل بيدخل بيه الكهف اللي هو يا نعيش سوا يا نموت سوا. بيوصلوا للسحليه وبيكتشفوا ان الحراشف اللي على جسمها من معدن كده اسمه المثرل. ده بقى يا صديقي معدن اسطوري لا بيتكسر ولا بيتخدش، وده بيخلي قتل السحليه دي تقريبا كده مستحيل. فيل بيقدر يعرف ان السحليه دي كانت سحليه معدنيه عاديه، بس بعد ما اكلت من المعدن ده الحراشف اللي على جسمها اتحولت، كانت معدن عادي واتحولت لمعدن المثرل. وده معناه ان حتى السحر مش هيقدر يأذيها، لان المعدن ده بيمتص السحر وبيخففه وما بيخليش ليه اي تأثير حرفيا. بس الكلام ده مع السحر العادي مش سحر فيل، اللي اول ما بيرمي على السحليه صاعقه سحريه بتفيص. بعدها موكودو بيحط بوستها جوه صندوق ادواته السحري. هنا بقى بتيجي لموكودو فكره جمدان، وهو انه ياخد شويه من خام المثرل ويصنع منها خناجر او سيف حتى او درع، وساعتها اي سحر هيتوجه ليه مش هيكون ليه تأثير عليه. فيل بيقرا الافكار بتاعته وبيتعصب عليه لان مفيش اي درع هيكون اقوى من درع الحمايه اللي هو بيعمله حواليه. بيروح سحبه من قفا بره الكهف علشان يروح يصطاد التيران اللي لحمها طعمه حلو. هو اصلا قبل المهمتين دول علشان يوصل للحم السور الاسطوري. بيوصلوا للسهول الشرقيه فعلا، وموكودو بيقرا المهمه اللي بتكون ان هم يخلصوا على التيران الاسطوريه اللي سيطرت على السهول الشرقيه. بيعرف ان الطور الواحد حجمه كبير جدا وعنيف جدا. المهم انهم بيلاقوا قطاع السيران. موكودو بيطلب من فيل ان هو وسوي يستنوا بعيد لحد ما يخلص مهمته. بيوافق وبيسيبه وبيروح ناحيه التيران، وهنا سوي بيطلع من الشنطه. بيروح ورا فيل وهما الاثنين بيخلصوا على قطاع السيران كله في دقيقه واحده. عددهم بيكون كبير جدا، فموكودو ما بيبقاش عارف يدخلهم كلهم جوه صندوق ادواته. سوي بيقسم نفسه لعدد كبير وبيساعده، بس بتفضل مشكله وهي انهم حتى بعد ما يبيعوا نص التيران دي للنقابه زي ما اتفقوا معاهم هيفضل عندهم عدد كبير جدا. بيفكر ساعتها صاحبنا ان هو يطبخهم بطرق مختلفه علشان ما يزهقوش من طعم اللحم بتاع السيران. بعدها طبعا موكودو بيعمل لهم سندوتشات اسمها كاتسو معموله من لحم طائر الصخر، فبياكلوها وبتعجبهم جدا. سوي بقى بيشوف موكودو بيشرب بيبسي فبيطلب منه ان هو يدوقه. طبعا الصودا بتضرب في دماغه وبيشرب له طبقين من البيبسي. اما بقى في لما بيدوق البيبسي بينبهر بطعمه وبيشرب لتر ونص لوحده. المهم ان بعد كده موكودو بيروح للنقابه، وهناك يوهان وويليام ما بيبقوش مصدقين ان هم شايفين بعينيهم سحليه مثريل، وده لانها انقرضت من زمان، واخر مره حد شاف سحليه زيها كان من 400 سنه. ويليام بيعرف موكودو ان هم لازم يسلموا السحليه دي لحاكم المدينه، والحاكم هيسلمها للملك. ده غير ان هو لازم يعرفوا مكان كهف معدن المثريل، لانهم هيستخرجوا منه المعدن الخام ويعملوا منه ادوات كتير هتتباع بمبالغ كبيره جدا، وطبعا كله بحسابه اللي مش هيكون اقل من 500 قطعه ذهبيه. ولما موكودو بيسمع الرقم بيبقى مش مصدق نفسه، لانه كده رسمي بقى من الاثرياء اللي يخافوا على فلوسهم من الحراميه. علشان كده ويليام بيطلب منه انه ما يتكلمش وما يعرفش حد بحوار سحليه المثريل ده. ولسه بيسالوا عن التيران بيروح مطلع له كل القطيع اللي اصطاده. الراجل ما بيبقاش مصدق ان هو كمان اصطاد السيران اللي موجوده. انت ايه يا عم هتفلس النقابه؟ بعد كده موكودو بيروح يطبخ اكله جامده، بيقطع شرايح اللحم وبيديها صدمه على النار. بعدها بيتبلها وبيلفها في ورق الفويل، بيسيبها 5 دقايق لحد ما الحراره بتتوزع على شريحه اللحمه كلها. بياكلوا كلهم وبينبهروا بجمال طعمها. طبعا فيل وسو بيطلبوا من موكودو انه يحضر لهم كميه كبيره جدا منها. بينفذ اللي طلبوه منه، وكمان بيحط لهم عليها صوص التوم. بعد ما بياكلوا بيشكروا صاحبنا، خصوصا فيل اللي ما بقاش يقدر ياكل لحمه نيه بعد ما ده الاكل اللي موكودو بيطبخه. موكودو بياخد سو وبيطلع لاوضته هناك، بيشتري للساحره من على الابلكيشن شويه حلويات، واول ما بينادي باسمها صندوق الحلويات كله بيختفي. هنا بقى موكودو بيتفاجئ ان في 3 ساحرات كمان بيكلموه عن طريقه التخاطر، بيعرفوا ان هم هيدوا له قدرات سحريه بشرط انه يبعت لهم هم كمان حلويات زي النرنر. واول واحده فيهم بتكون ساحره الارض واسمها كليشارلي، ودي هتديه تعزيز لقوه سحر الارض. الثانيه ساحره النار اسمها اغني، هتدي له تعزيز لقوه سحر النار. والثالثه بقى هي الساحره الكيوت دي واسمها روسالكا، ودي طبعا ساحره الماء. المهم ان هم بيفضلوا يقنعوا موكودو ان هو محتاج للقوه اللي هم هيديها له. من غير ما يوافق ساحره الارض وساحره النار بيدوا له تعزيز لقوه سحر الارض والنار. ساعتها ساحره الميه بتفضل تعيط لان موكودو مش محتاج لسحر الميه، لانه اساسا بيخاف من الميه وما فيش توافق بينهم. موكودو بيفكر بسرعه وبيطلب منها انها تدي قوه الميه لسوي. الساحره بتنفذ اللي هو طلبه منها. بكده موكودو بدل ما كان بيشتري الحلويات لساحره الرياح بقى هيشتري حلويات للساحرات الاربعه، وكمان هيقدمها ليهم كل اسبوع. بيروح شاري من على الابلكيشن شوكولاته وحلويات وبينادي بالاسامي بتاعتهم. الحلويات بتختفي من عنده وبتروح لهم على طول. تاني يوم الصبح بيجرب قوه النار وقوه الارض على شجره، فجزء من الشجره دي بيتكسر وبيعرف ان قوته الضعف. سو بيجرب قوه الميه على نفس الشجره وبيجيب الشجره نصين. بيفضلوا هما الاثنين يجربوا في القوه بتاعتهم طول اليوم. موكودو بيقدر يعمل بيت بدائي بقوه السحر بتاعه الارض، بيكون مبسوط جدا انه قدر يعمل البيت ده علشان يناموا فيه. في الوقت ده فيل بيكون بيصطاد افعى سودا ضخمه. بيفكر موكودو ان لامبير طلب منه جلد الافعى دي وبالمره يطبخ لهم لحمها علشان يتعشوا بيه. وتاني يوم الصبح فيل بيطلب من موكودو ان هم يروحوا يصطادوا، لكن موكودو بيقرر انه يروح يدي جلد التعبان الاسود للامبير. المهم ان موكودو
بيروح ليوهان جزار النقابه. هناك يوهان بيديله ثمن الوحوش اللي باعها وبيطلب منه يستنى شويه على السحليه لان ويليام راح يوريها للحاكم. بيكون كمان مجهز له بقى لحم السيران والوحوش. ماكودو بيديله التعبان الاسود الاسطوري وبيطلب منه يشفيه ويديله الجلد بتاعه. بعدها يا صديقي ماكودو بيروح مع فيل وسو المكان بعيد علشان يعمل لهم اكله جديده. بيوري الفيل مفرمه اللحمه الجديده اللي اشتراها من على التطبيق بتاع الانترنت وبيعرفهم ازاي يفرموا بيها اللحمه. سو بيتحمس وبيروح فرم كميه كبيره من اللحمه. وقتها ماكودو بيعرفوا ان هو هيفرم لحمه جنرال اورك. بيخلصوا الكميه كلها وماكودو بيبدا يجهز الاكل. بيخلط كل المكونات وبيشكل اللحمه على شكل قطع برجر كده. بيقليهم مع شويه كاتشب بقى وفرايز وكل احلى برجر يا باشا. بينزلوا هم الثلاثه اكل لحد ما بيخلصوا الكميه كلها. بعدها ماكودو بيجي يغسل هدومه وما بيلاقيش صابون. بيشتري صابون من على الابلكيشن وقتها بتجيله فكره جمدان. بيفضي ازايز الشامبو اللي اشتراها من على الابلكيشن في ازايز تانية من العالم اللي هو عايش فيه وبيقرر ان هو يبيعها. بيروح بقى بعدها اللامبير وبيديله الجلد بتاع التعبان. اول ما الراجل بيشوفه هنا بتطلع قلوب. بيعرض على ماكودو ان هو يشتري منه ب50 قطعه ذهبيه وبيديله فلوس وقتي. بعدها ماكودو بيوري اللامبير قرنين نقابه التجار. اللامبير بيستغرب لان نادر جدا ان شخص واحد يكون مشترك في نقابتين. المهم ماكودو بيعرض عليه الصابون والشامبو وبيعرفوا ان هم بيخلوا الشعر جمدان وريحته زي الفل. ساعتها اللامبير هنا بتدمع من الفرحه يا عيني. تقريبا اول مره يشوف شامبو في حياته لان ذكرى جوازه بعد اسبوعين ومراته عندها شنط ومجوهرات كتير وما كانش عارف يشتري لها ايه هديه في عيد جوازهم وعلشان كده هيشتري منه الصابون والشامبو وهيديهم لمراته هديه. ماكودو بيعرف ان لامبير عنده في بيته حوض استحمام وبيطلب منه ان هو يشوفه. وقتها لامبرت بياخده للحمام فماكودو بينبهر بشكل حوض الاستحمام. بيعرف من لامبير ان حوض الاستحمام ده بيكلف اكتر من 100 قطعه ذهبيه لانه مزخرف ولونه جميل، غير ان هو استخدم سحر الميه علشان ينقي الميه اللي بتوصل لحوض الاستحمام وكمان استخدم سحر الارض علشان يبني المواسير اللي بتصرف الميه منه. ده غير ان التاجر اللي عنده في بيته حوض استحمام زي ده قبل كده معروف ان هو تاجر ناجح والا ما كانش هيقدر يوفر المبلغ اللي هيشتري بيه حوض الاستحمام. هنا ماكودو بيقرر ان هو يشتري واحد زيه. المهم بعد كده ماكودو بيسيب للامبير ازازه من كل نوع من انواع الصابون والشامبو علشان يجربهم قبل ما يشتريهم لمراته. بيتفق معاه ان هو هيزوره تاني بكره علشان يتفقوا على السعر وكده. تاني يوم الصبح ماكودو بيروح للامبير المحل وهناك بيلاقي ماري مرات لامبير مستنياه. ده لان لامبير لما استخدم الصابون والشامبو الليله اللي فاتت ريحته بقت فله، كمان شعره بقى ناعم وبيلمع وده شجعها ان هي كمان تجرب الصابون والشامبو بتوعه. شعرها بقى ناعم وجميل وبشرتها بقت بتلمع علشان كده بتطلب من ماكودو ان هو يسيب لهم الصابون والشامبو علشان يبيعوه في المحل بتاعهم وكمان يقسموا الربح بينهم بالنص لانها متاكده ان كل البنات والستات اللي في المدينه لما يشوفوا نتيجه الصابون والشامبو عليها هيشتروا منها بكميات كبيره ولان ماكودو ما عندوش محل خاص بيه بيوافق. المهم يا صديقي بعد كده ماكودو بيحاول صناديق من الصابون والشامبو على محل لامبير. بيرجع لفلوسه وبيعرفهم ان هو هيروح لنقابه المغامرين. هناك بيسمع 2 من المغامرين بيتكلموا على وحوش الويفرن اللي لسه ما فيش حد من المغامرين قدروا ان هو يصطادهم. بيدخل لمكتب ويليام بيتفاجئ ان هو باع السحليه بتاعه المصريل. الصدمه بقى ان هو باعها ب 5800 قطعه. اول حاجه بيفكر فيها ان هو يشتري حوض استحمام ويغطس فيه. هنا بقى السكرتيره بتدخل لمكتب ويليام وبتعرفهم ان في سربه من الويفرن هاجم المغامرين. ويليام وماكودو بيطلعوا يجروا من المكتب. السكرتيره بتعرف ويليام ان سرب الويفرن هاجم المغامرين من الفئه الف. ده معناه ان الويفرن كان بيدور على السيرام بتاعه القرون الدمويه اللي كانوا موجودين في المنطقه دي بس صاحبنا خلص عليهم. المهم ان المغامرين قدروا يهربوا لكن كلهم اتسمموا بسبب ديل الويفرن. بيوصلوا القاعه الرئيسيه في النقابه بيلاقوا عدد كبير من المغامرين كلهم حرفيا بين الحياه والموت. ماكودو بيدي لويليام جرعات كبيره من الدواء العلاجي اللي سوى بيعمله. بيحطوه على جروح المغامرين الجروح بتختفي في وقتها. هنا ويليام بيطلب من كل المغامرين في فئه جيم ان هم يشاركوا في صيد الويفرن. طبعا وقتها ماكودو قلب بيقع في رجليه لانه هيروح مع المغامرين يصطادوا الويفرن قبل ما يهاجموا المدينه. هنا بقى يا صديقي فيل بيعرف ويليام ان هو اللي هيقوم بالمهمه دي في مقابل ان هو يحتفظ بالجثث بتاعه الويفرن علشان ياكلهم. ويليام بيوافق وكمان بيعرفوا ان هتكون لهم مكافاه كبيره لو خلص على كل السرب بتاع الويفرن وبيطلب من المغامرين ان هم يروحوا مع فيل علشان يصطادوا الويفرن. فيل بيرفض لانهم هيعطلوه اصلا. ويليام بيوافق ان فيل يروح لوحده. بيقول له يا ابني بالله عليك احملنا المدينه بتاعتنا. المهم فيل بياخد ماكودو على ظهره وبيجري بسرعه ناحيه السهوله الغربيه. هناك بقى بيشوف السرب بتاع الويفرن. ماكودو بيقيم القوه بتاعتهم بيلاقي ان الويفرن شرس جدا والضربه واحده من ديله تشقه اللي بيتضرب بيها وكمان تسممه. المهم يا صديقي ان فيل بياخد سو على ظهره علشان يعلمه ازاي يخلص على وحش بيطير. بيبدا فيل يهاجمهم وبيركز على الراس والاجنحه لان دي هي اماكن الضعف في جسم الطيور. بيطلب من سو ان هو ما يضربش الطيور في جسمها لانهم هياكلوه. بيفضل هو وسو يقتلوا في الويفرن ولما ماكودو بيشوف سو وهو بيقاتل بعنف بيتضايق لانه كان فاكر ان سو كيوت بس طلع ان هو وحش مفترس زي فيل بالظبط. فجاه بقى واحد من طيور الويفرن بيهاجم ماكودو لكن بسبب قناع الحمايه اللي فيل عامله حواليه ما بيحصلوش حاجه. سو بيقوم بالواجب مع الطائر اللي بيهاجم ماكودو بيخلص عليه. بعد ما بيقتلوا كل سرب الويفرن بيكونوا هما الاثنين جاعوا. ماكودو بيعمل لهم اكله جديده وبيقعدوا ياكلوا كلهم مع بعض. في نفس اليوم بالليل بيكونوا ويليام والمغامرين مستنيين رجوع فيل وماكودو في النقابه. بيبقوا قلقانين جدا لانهم اتاخروا. اول ما ماكودو واللي معاه بيوصلوا للنقابه ويليام
لانهم المغامرين بيعرفوا ان هم خلصوا على كل سرب الويفرن فبيفرحوا جدا، وده لانهم لو كانوا هم اللي حاولوا يصطادوا الويفرن كان زمان نصهم على الاقل مات. موكودو بيحاول يترسم عليهم ويعرفوا ان الموضوع كان صعب، لكن فيل بيروح مديها له في نص راسه. بيعرف المغامرين ان هم خلصوا على كل السرب في ربع ساعه، وباقي الوقت كانوا قاعدين بياكلوا. بعدها الحرس بيعلنوا سكان المدينه ان ما بقاش في خطر من سرب طيور الويفرن لان الذئب الاسطوري فيل خلص عليهم. المهم يا صديقي ان بعدها موكودو بيروح ليوهان وويليام بيكون معاه. موكودو بيعرفهم ان هم خلصوا على سرب الويفرن كله وعددهم 13 طائر، وكمان 14 قطعوا راسهم كلهم ومش عاوز منهم غير اللحمه بتاعتهم. وقتها ويليام بيعرفوا ان هم كانوا عاوزين يشتروا ال 13 كلهم، بس النقابه ما فيش معاها المبلغ ده، علشان كده هيشفوا اللحمه مجانا وهيشتروا منه نص الكميه. بيوافقوا. لما بيرجع للبيت كل واحد من الساحرات بتعمل معاه تخاطر لوحدها، كل واحده منهم بتطلب طلب لوحدها، اللي بتطلب منه انه يبعت لها اكل من اللي هو بيطبخه، واللي بتطلب منه انه يزود لها كميه الحلويات، والاخيره بتطلب منه انه يبعت لها شويه صابون وشامبو. ايه يا جماعه هو فاتح مستحضرات ولا ايه؟ المهم انه بيكبر دماغه وبيبعت لهم اللي هم طلبوه منه. تاني يوم موكودو بياخد معاه فيل وسو وبيروح للسوق علشان يشتري حوض استحمام. بيدخل المحل، التاجر بيعرض عليه اشكال كتير فبيختار واحد منهم. بيكون المبلغ كبير جدا، وعلشان موكودو شكله ما يبينش ان هو معاه فلوس صاحب المحل بيعرفوا انه ممكن يبيع له حوض الاستحمام بالقسط، بس المهم يكون في حد يضمنه. بعدها التاجر بيتصدم لما بيلاقي موكودو بيطلع له ثمن الحوض كاش، وكمان بياخده في صندوق ادواته السحري. موكودو بيخرج وبيكون عاوز يروح للغابه بسرعه علشان يجرب حوض الاستحمام. بيوصلوا للغابه وفيل بيسيبه وبيروح يصطاد. موكودو بيختار مكانه وبيستخدم سحر الارض وبيعمل بيت صغير بيحط جواه حوض الاستحمام وبيخلي سو يملاه ميه. بعدها بيستخدم سحر النار علشان يدفي الميه، وده قبل ما ياخد الغطس التمام. بيشتري من الابلكيشن صابون وشامبو ويروق على نفسه اخر حاجه. بعدها بينزل حوض الاستحمام هو وسو اللي بتعجبه جدا الميه وريحه الشامبو. بيخلصوا حمامهم وبيضربوا 2 ايس كوفي. بعدها بقى موكودو بيستعد علشان يحضر العشاء اللي طبعا بيكون من لحم الويفرن. بيقطع البصل شرايح، وبعدها بيقطع لحم الويفرن وشويه ميه وشويه صوص مع شويه معجون جنزبيل على النار، وقال لي بيعمل حاجه. بعد كده بيحط كل الحاجات على بعضها وبيسيبهم يستووا، وده كان احلى طبق جديد ممكن تاكله في حياتك. هو كل موجود عندنا اصلا، مش ناقصنا غير لحم الويفرن. المهم انه لما بيلاقي فيل لسه ما رجعش يطبخ طبق تاني من اللحمه برضه، بيقطع اللحمه مكعبات وبعدين بيبدا ان هو يطبخها. بيسوي كل حاجه مع بعضها وبيحط عليهم شويه كاتشب وصلصه. هنا بقى فيل بيرجع بالتنين الناري الارضي اللي لسه هو مصطاده، وده يا جماعه حاجه كده شبه الديناصور زي ما انتم شايفين. طبعا موكودو بيبقى مصدوم لان النقابه لسه ما استلمتش كل لحم الويفرن اللي عندهم، وممكن يرفضوا ان هم يشتروا لحم التنين الارضي. فيل بيعرفوا ان هم اكيد هيوافقوا، خصوصا ان التنين الارضي ده نادر جدا. هنا فيل بيشم ريحه الاكل اللي موكودو عمله، بيبقى عاوز ياكل منه، فموكودو بيرفض لان فيل محتاج ان هو ياخد حمام لان جسمه كله بقى تراب بسبب قتاله مع التنين الارضي. وقبل ما يحمم بيشتري معدات تنظيف الكلاب الاليفه من على الابلكيشن. بيسرح له شعره وبعدها بيستخدم سحر النار وبيسخن الميه. سو بيساعده في انه بيتحول لحاجه كده شبه الدش. موكودو بيبل شعر فيل، وهنا بقى بيجي وقت الشامبو اللي اول ما فيل بيحس بيه على جسمه بيعجبه جدا. بعد ما فيل بيخلص حمامه موكودو بيستخدم قوه الرياح، بيسخنها بقوه النار وبيوجه الرياح عليه هو وفيل. شعر فيل بينشف حرفيا زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى بيجي وقت الاكل يا صديقي. موكودو بيسخن لهم الاكل وبيحط لهم اللحم على الرز، هم الثلاثه بيبداوا ياكلوا. طعم الاكل بيعجبهم جدا. موكودو بيستغل ان فيل مشغول في الاكل وبيخليه يوعده ان هو يستحمى مرتين في الشهر على الاقل. المهم بقى يا عم ان هم لما بيروح للنقابه ويليام والجزار بيشوفوا التنين الارضي بيرفضوا ان هم يتعاملوا معاه. ويليام بيعرف موكودو ان في نقابه تانية في مدينه اسمها دولان متخصصه بتنانين الارضيه. موكودو بيقرر ان هو يروح هناك. وقتها ويليام بيديله خريطه للطريق لحد مدينه دولان، كمان بيديله جواب توصيه رئيس النقابه هناك. موكودو بيشكره بيودع لامبيرو ومغامرين جماعه العنقاء وكل الناس اللي يعرفهم في المدينه لحد دلوقتي، علشان كان ناوي يبتدي مغامرته الجديده مع الذئب الاسطوري فيل وسوي في المدينه اياها اللي احنا لسه قايلين عليها اللي اسمها دولان. وبكده بيخلص الموسم الاول من انمي موكودا.